السلام عليكم أعزائي المشاهدين. وكالة الأنباء العراقية المستقلة. طبعا المولدات البعض، طبعا مو الكل، اكو الى الان الناس تعاني من ابو المولده. الدوله قاعد تعطي غاز وابو المولده ما قاعد يلتزم لا بسعر ولا بوقت. طبعا اليوم لنا الشرف نكون مع الاستاذه نغم عبد الله رئيسة التحرير وصحفيه. ست نغم شرفتينا في مقر وكالة الأنباء العراقية المستقلة، حياك الله. ست نغم، اهل المولدات الى متى يبقون البعض طبعا، وشنو رسالتك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. عدة مرات طبعا أني رفعت مناشدات ومناشدات مباشرة إلى السيد رئيس الوزراء، خصوصا يعني أتى هذا مع الخطوة اللي قام بها مكتب السيد رئيس الوزراء بفتح نافذة بالسوشيال ميديا لتلقي شكاوي المواطنين ومشاكلهم وهمومهم ومناقشتها للوصول إلى حلول. وأنا هذا أيضا ناشدت به في وقتها. تمام. فالمناشدات اللي وجهتها بخصوص أهل المولدات، يعني الحالة يرثى لها تماما. الحالة لا يمكن أن تطاق ولا يمكن السكوت عليها. احنا كصحفيين وكإعلاميين، اليوم أنا في وكالة العراقية للأنباء، وأنا كصحفية وبمؤسساتي المجلة والمؤسسة وكل الصحفيين وكل الإعلاميين مهمتهم اليوم أنه يسلطون الضوء على هذه المشكلة وعلى غيرها من المشاكل الموجودة بالمجتمع. لذلك اللي يعاني منها المواطن، طبعا هذه الضرائب مالت المولدات وأهل المولدات وتصرفات نعم سلوكية أهالي. احنا طبعا ما نعمم ست نغم، البعض نقول سلوكية أصحاب المولدات، مو الكل طبعا. نعم. أكيد البعض، أو يعني هو خلينا نقول البعض جيدين. نعم. ويتقون الله ويراعون المواطن. نعم. يحولون كهرباء، ما ياخذون زايد، خصوصا انه السيد رئيس الوزراء العام شهر السابع اعتقد سوى حملة كبيرة، سووا حملة كبيرة بالتعاون مع الأمن الوطني والجهات الأمنية. نعم. ألزموهم بأسعار محددة اللي هي 5، هسه ما لازم 5، قول روح 7. صح. الوطنية صارت جيدة، الكهرباء الوطنية متوفرة بشكل خلينا نقول مستمر، ما عدا انقطاع بسيط يتحمل المواطن. إنما مع وجود الكهرباء الوطنية أنت تستقطع من المواطنين يومي، مو يومي، شهريا، نفس الاستقطاع اللي انت تعودت عليه. هذا ما يصير. هذا يعني لا يرضى به الله ولا عبد الله ولا اي احد. يعني المواطن، ترى المواطن العراقي رغم انه احنا اغنى بلد لا او في مصاف البلدان الغنيه، أحسن. باعتبار الثروات النفط وغيره. نعم. عندنا ثروات كثيره، لكن المواطن العراقي يعيش حاله اقتصاديه صعبه. يطلع من الصبح لليل عايف اسرته، عايف بيته، عايف راحته، حتى دا يجيب ال10 وال20 دا يعيش بها اسرته ويدفعها للمدارس ويدفعها، واللي عنده اطفال كثير اكثر من 1 و2 و3 وراهم مدارس وراهم مصاريف كثيره حتى دا يجيبها يحطها بجيب ابو المولد وهو ما ماخذ من عنده لا كهرباء ولا شيء. هذا كفر، هذا كفر. احنا الناشد والنادي ونبقى النادي بعلاج هذا الموضوع. احسنت. لابد من علاج، لابد ان شاء الله صوتك يوصل. لابد ان تكون اكو حلول لهذا الموضوع، وراح نبقى احنا نعمل هذه الفيديوهات وننزلها عسى ولعل انه السيد رئيس الوزراء يهتم بهذا الامر ويجاوبنا ويلتفت للموضوع. شكرا ست نغم، حياك الله. الأديبة نغم عبد الله، رئيس تحرير مجلة كوين، رئيس الهيئة الإدارية لمؤسسة الحسام للأدباء والإعلام والتنمية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وكالة الأنباء العراقية المستقلة، الصحفي أبو وسيم المعلم.